ممكن اسال حضرتك سؤال مباشر عشان انا ما بعرفش اتكلم غير مباشر. المكان ده طالع من 2017 تمام كويس. الرخصه الفعليه طالعه في 21/2/2018 تمام بناء على عده تراخيص. تمام. احنا بدات مشكله ادم الله يرحمه في السنه دي او الشهر ده، شهر 2 وشهر 1 لعام 2024. المخالفات او يعني المعمل ما كانش فيه معمل، ما فيش رخصه معمل، الاشعه منتهيه، ولما جم تقرير العلاج الحر مليان اخطاء. تمام. يعني في تراخيص كتير مثلا مش موجوده او بتاع. حتى هوضح بس مع حضرتك نقطه كده. قانون المنشآت الطبيه بيقول حاجه حلوه، بيقول ان طالما عندي رعايه وعندي حضانه لازم يكون في المعمل حاجه اسمها جهاز خاص بتحليل الاي بي جي او غازات الدم. حتى ده مش عندك. تمام. هل بقى عندهم ما يسمح بده، ما عندهمش ما يسمح بده؟ انا ما اعرفش، لكن انا بتكلم كقانون. الفتره اللي عشناها مع ادم الله يرحمه في النهايه وفاته، احنا اعتبرنا يعني اكيد ربنا سبحانه وتعالى ليه حكمه، ليه حكمه يعني ممكن تظهر كميه الفساد وكميه الاخطاء اللي حصلت وبتحصل في اطفال كتير غير ادم. ايوه لان احنا عرفنا ان في اطفال توفت قبله وفي اطفال توفت بعده. اكيد ربنا سبحانه وتعالى كان ليه حكمه، كان ليه حكمه ان في ناس طبعا كتير يعني بتستعوض، بتقول خلاص الطفل مات، او ما تاخدش بالها ان ممكن يكون ورا دوت خطا. احنا لفت نظرنا حاجات كتيره كانت بتحصل قصادنا في المستشفى، وحاجات كتيره لما بصينا واستلمنا ملف الولد وعرضناه على دكاتره اصدقاء يعني لمجرد يعني العلم يعني، او لما يجي لك حد ويسالك ايه الولد حصل فيه ايه، فانت بتوري له يعني ايه الملف بتاع الولد. فاكتشفنا الحاجات دي وابتدينا نمشي ورا حاجات بسيطه خالص، سلسله خيط ابتدت هي اللي تفتح الكلام ده كله. واخد بال حضرتك؟ فهي حكمه ربنا في الاول وفي الاخر، ونعم بالله. فهو ربنا سبحانه وتعالى يمكن يكون جعله سبب علشان خاطر في كشف الاهمال، في كشف الاهمال عشان يحوش عن اطفال كتير، يمنع بس ودي الحاجه اللي احنا بنسعى ليها. احنا ما بنسعاش ورا حلول، لان اتعرضت علينا حلول واتعرضت علينا ان احنا نقعد وكفايه كده ومش كفايه يعني كده. يعني يحصل شكل من اشكال التراضي مثلا والتنازل؟ ما افتكرش ان هيحصل لا يعني انا اقصد هم عرضوا ده يعني حتى بشكل غير مباشر. هم بشكل غير مباشر طبعا في اطراف يعرفونا واطراف يعرفوهم، حاولوا يوفقوا يعني اتكلموا معانا بخصوص طب انتوا عايزين ايه في الاخر؟ ايوه انتوا ايه اللي انتوا عايزين توصلوا لايه؟ اسمح لي اسالك السؤال ده، انتوا عايزين ايه في الاخر؟ احنا عايزين ايه في الاخر؟ احنا في الاخر عايزين حق الولد. حق الولد حق الولد بالقانون. حق الولد بالقانون. بس وبرضه حضرتك احنا لينا راجل حضرتك وحقه، احنا مشينا في الشق القانوني طبعا، وثقتنا في الله سبحانه وتعالى وفي القانون المصري طبعا والحمد لله كبير. والجهات الحكوميه الحمد لله يعني بتباشر امورها والحمد لله. يعني رغم زي ما قلت لحضرتك، رغم ان احنا في الاول حسينا ان ممكن يبقى في تقصير، ولكن لا، هي كل حاجه بتاخد وقتها. انت عارف يا باشمهندس، انا بسالك السؤال اللي قد يبدو بصوره فجه شويه. اتفضل. ايه اللي انت عايزين توصلوا له؟ لان حضرتك انا بتكلم معاك في الفاصل ومع الاستاذه فاطمه ان ايه الهدف من دوت، فكان احنا مش عايزين حد يشوف اللي احنا شفناه. عايزين نمنع نزيف الارواح بسبب الاهمال اللي الظاهر جالي من الاوراق الرسميه. حضرتك احنا في الاول في البدايه خالص احنا في البدايه خالص كان نفسنا نعرف هل التقصير اللي حصل او هل وفاه الولد اللي حصلت دي نتيجه تقصير متعمد ولا غير متعمد. ولكن حكمه ربنا هي اللي ساقت الامور دي كلها، علشان ربنا سبحانه وتعالى يعني رفع رداء الستر عنه ونعم بالله. اراد ان هو يكشف اخطاء. اسمح لي يا باشمهندس، معانا مداخله تليفونيه استاذه هدى. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. استاذه هدى، حضرتك خاله ادم الضحيه. ايوه مع حضرتك. رحمه الله عليه. يا استاذه هدى، ممكن حضرتك توطي التلفزيون او تبعدي عن التلفزيون؟ انا خاله ادم وانا اللي وديت ادم. طب اسمحي يا استاذه هدى، سامعاني يا استاذه هدى؟ انا مع حضرتك اهو. طب ممكن يا فندم حضرتك تبعدي عن التلفزيون وتسمعيني من التليفون؟ ايوه انا وطيت التلفزيون خالص. طيب كده سامعاني من التليفون؟ ايوه سامع حضرتك. هو حضرتك تقربي ايه لادم؟ انا خالته. اتفضلي يا استاذه هدى، معاكي، اتفضلي. وحضرتك بس انا عايزه ارد بس في موضوع ادم، عشان انا اللي خدته ووديته الحضانه. انا وباباه هم قالوا ان الحضانه اللي هي في مستشفى دار الاسراء.
ايوه مستشفى دار الاسراء. هم قالوا ان ادم كنت خدناه جبتيه كده يعني في الشارع متجولين بيه، ان احنا واخدينه كده يعني بنتفسح بيه في الوراق. انما ايه اللي حصل بقى؟ للاسف هو ادم اتولد، واول ما اتولد وطلع والدكتور قال لنا ان هو في صعوبه في التنفس. طلعت معانا ممرضه من المستشفى. هي المستشفى بينها اللي ولدت فيها فاطمه، بينها وبين الحضانه ما فيش 3 دقايق. يعني بين اسمحي لي يا شارع استاذه واحد. استاذه هدى، يعني بين المستشفى اللي اتولد فيها ادم رحمه الله عليه ما بين الحضانه اللي هي في مستشفى دار الاسراء شارع حضرتك بتقولي صح في كده؟ نفس الشارع. هي ما بتكملش دقيقتين يعني في نفس الشارع. نص شارع. وخدتوا ادم ازاي يا استاذه هدى؟ خدتوا ادم وديتوه نقلتوه من المستشفى للمستشفى ازاي؟ طالعين من المستشفى معانا ممرضه، وهي كمان اللي كانت شايله ادم مش احنا يعني. هم كمان لا انا ولا بابايا قالوا لنا معاكم ممرضه طالعه وعلى جهاز تنفس. ايوه تمام. واخدينه في عربيه باباه، وكان معانا بنت عمي اللي هي زوجة محامي المستشفى دار الاسراء. تمام. ورحنا المستشفى، واول ما دخلنا بيه المستشفى دخلوا على الحضانه على طول. يعني الموضوع اصلا كله ما يستغرقش يعني بكتير قوي، لو قلنا بصعوبه 7-10 دقايق. انت استلمته من ايد ممرضه دخلته على الحضانه على طول. ما لحقش يلقط ميكروب من الشارع، يعني ما شافش الشارع اصلا يعتبر. تمام. فاهمني حضرتك؟ دي حاجه من ضمن الحاجات اللي انا عشان انا اللي وديته، وانا طبعا كنت موجوده دايما في الشهر اللي ادم قعده في معلش الحضانه. اسالها كانت مامته موافقه تروح الحضانه دي ولا لا؟ معلش. طب هي الاستاذه فاطمه في الحلقه اللي فاتت قبل كده بتقول ان هي كانت رافضه تروح المستشفى ديت يا استاذه هدى. لا هي بصراحه والدته كانت رافضه ان احنا نوديه الحضانه. طب ليه كانت رافضه؟ ومين اللي اقنعها او مين اللي تسبب ان هي تروح ان ادم يروح المستشفى بعد كده؟ والله احنا اول ما قالوا لنا ان هو عنده صعوبه في التنفس، فاحنا طبعا كانت معانا بنت عمي زوجة المحامي بتاع المستشفى، فاحنا وافقنا له. فانتوا كان تفكيركم كله ان الولد يروح حضانه. فاحنا خدناه وديناه على اساس ان في مثلا يعني زي ما بقول لحضرتك كده قريبنا موجود هيحافظوا عليه. قريبنا وتوصيه يعني. ايوه. وبعدين كمان يعني المساله ان الولد عايزين يطلع من ولاده الحضانه مباشره، ما تلفوش بيه اقرب مكان يعني. بالظبط. والموضوع اللي هو يعني انت مش واخده مثلا انت حضانه بعيده او كده، لا انت جهزت له كمان المكان قبل ما تنقله. يعني هي بعتت التقرير للمحامي جوزها وقالوا له هاتي الولد، واحنا يا دوبك دقيقتين بالظبط كنا في الحضانه بالممرضه من ايد لايد، يعني من ايد الممرضه لايد الدكتور اللي استلمه في الحضانه. يعني قبل نقل ادم من المستشفى اللي تم الولاده فيها للحضانه في دار الاسراء، كان دار الاسراء عندهم علم ان في ادم في رضيع اتولد وجاء عندهم الحضانه، صح كده؟ ايوه حضرتك. احنا وريناهم كمان انه في صعوبه في التنفس، ادم ما كانش رايح بمرض. هو ادم رايح ان هم زي ما هم ما قالوا لنا ان ادم زي ما اعلنوا كده ان ادم رايح تعبان خالص، وان يا استاذه هدى لفينا بيه في الشوارع ومفيش حضانه قبلته. لا مفيش حضانه. ايوه انا لسه كنت اسالك السؤال دوت، ان حضرتك الكلام اللي تم القول به انه الولد جاي فجاه بدون ترتيب بدون علم، ده ما حصلش حسب رؤيتك، صح كده؟ لا 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 حضرتك، ما الكلام ده ما حصلش نهائي خالص. هو ادم بتقرير مطلعينه من المستشفى بصعوبه في التنفس. انا بقول لحضرتك بنت عمي زوجة المحامي بتاع المستشفى بلغناهم وجهزوا له المكان. مفيش حضرتك دقيقتين من المستشفى اللي اتولد للمستشفى اللي فيها الحضانه اللي هي دار الاسراء. هدى اللي عملت بلاغ النجدة لا شاف في الشارع ولا لفينا بيه في شوارع الوراق عشان يلقط ميكروب من الشارع. تمام. انت اللي عملتي بلاغ النجدة بالنسبه للمستشفى يا استاذه هدى، صح كده؟ ايوه انا اللي اتصلت بالنجدة يوم 11/2 لما امتنعوا عن التحاليل. فجاه ابعتوا لحد من تبع ادم، قلت لهم انا خالته موجوده. خير يا جماعه. قالوا لي خدي العينات طلعيها بره. قلت لهم ازاي اطلعها بره؟ هو حضرتك المستشفى هي اللي بتعمل التحاليل. قالوا لي لا احنا امتنعنا. قلت لهم مفيش حاجه اسمها امتنعنا. هم مش عايزين يعني ايه، عارف حضرتك، هم كانوا عارفين ان يعني ايه الحضانه فيها ميكروبات بقى وفيها حاجات، فهم مش عايزين يكشفوا لنا الموضوع. فانا اتصلت بالنجدة عشان خاطر نعرف الدنيا فيها ايه. ايوه انتوا امتنعتوا ليه؟ طيب ما انتوا كل يوم ادم بتعملوا له التحاليل عندكم، كل يوم بتاخدوا العينات وبتعملوا له التحاليل. هو الولد اشمعنى النهارده دلوقتي ادم في لحظه كده لا ادم مش هنعمله تحاليل؟ تمام. فالطبيعي انا استنجدت طبعا بالنجدة، اتصلت عليهم
ومشكورة ان هم جم، وطبعا قالوا لهم احنا عشان خايفين على الولد ومش عارف ايه. طب امتنعتوا ليه لما انتوا خايفين على الولد؟ وحرفيا مدير المستشفى يوميها بعد ما جم من القسم وحصلت طبعا مشاكل كده، مدير المستشفى قال لنا ده هيموت. لا حول ولا قوة الا بالله. طب حضرتك بتجزم منين ان ده هيموت؟ دي الاعمار دي بتاعت ربنا. ايوه هو ممكن يبقى يكون. حضرتك اتفضلي. كنت عارف ان الطفل عنده ميكروبات او لقط من عندك ميكروبات لعينه زي ما دكتوره امراض الدم قالت لنا بتؤدي للوفاه. تمام، متشكر جدا يا استاذه هدى. معلش انا بعتذر لحضرتك بس عشان نستكمل باقي الحلقه في نقاط مهمه باقيه، واتشرفت بيكي. شكرا ليكي. انا بس معلش هوضح نقطه هدى اتكلمت فيها. ادم لما اتولد كانت فعلا بنت عمي معانا وكده، فالمستشفى بتكتب تقرير عشان توديه الحضانه. تمام. هي اما اقترحت علينا المستشفى انا فعلا حرفيا رفضت، لكن كله بص قريبه ولينا حد فيها والكلام ده كله مش هنعيده تاني. لكن بعتوا خدوا التقرير ده، راحت مصوراه وبعتوه لهم هناك عشان جوزها طبعا شغال هناك، ان دي الحاله اللي معانا نجيبها ولا ما نجيبهاش. في مستشفيات تقول لك مش هاخد، لا فخدوه. فهم كان عندهم علم بحاله ادم بناء على التقرير قبل ما يدخل. هو في شيء لفت للنظر في الورق بتاع الملف بتاع ادم رحمه الله عليه فاطمه، ان ليه شهادتين وفاه في مكانين مختلفين. دي حقيقه. شهاده من مستشفى دار الاسراء وشهاده من مستشفى الوراق. هي المستشفى لما توفى ادم طبعا مديانا الورق اللي هنروح بالصحه نطلع بيه تصريح الدفن. موجوده الشهاده ايوه. تمام. اتفاجئنا لما رحنا نستلم شهاده الوفاه اللي هي الصفرة دي، ان ادم يا ريت والله بس متوفي في مستشفى الوراق المركزي. تاريخ ميلاده غلط، عنوانه غلط، بيانات ادم كلها غلط ما عدا اسمه. اسمه هو اللي صح، لكن كل البيانات التانية غلط. رحنا لهم ازاي ده؟ فالموظف بتاع الصحه قابلنا اسمه شعبان، قال انا اللي جالي ورق ان هو كده ان متوفي في المكان ده، انا بكتب بناء على التقرير بيجي. التقرير ده احنا ما جبناهوش، جبته منين؟ تمام. المهم حصل شد وجذب فاخدنا احنا صورنا بالموبايل صوره من الورق لقينا فيه تعديلات. يعني تقصدي يعني تم تعمد تغيير البيانات؟ سبب الوفاه طبعا مقصوده، لان سبب الوفاه غلط، العنوان حضرتك غلط. طب ما انت اللي مطلع له شهاده الميلاد. تمام. فاهمني؟ العنوان غلط، تاريخه غلط. طب انت كاتب له ايه صح؟ ففورا رحنا للصحه، انا رحت للنيابه عشان اعمل بلاغ، كانت النيابه بتحقق لسه في موضوع ادم. فانا اللي هو ايه يعني يمكن يكون مش مقصوده، وارد ان يكون في خطا. توجهت على طول للصحه اللي في الجيزه، مديريه شؤون الصحيه في الجيزه بالدور السادس بمبنى ديوان المحافظه جنبه. يا جدعان دي طلعت ازاي؟ عايزه اقول لحضرتك قاموا فورا وكيل اول الوزاره الدكتور خالد عبد الغني تقريبا راح قايم واخدها وبعت انزلوا دلوقتي شوفوا لي الموضوع ده. تمام. نزلوا، لا راحوا الاول على الوراق المركزي، لقوا ادم ملوش اي ملف هناك. ادم اللي كان ليه في الوراق المركزي تحليل غازات الدم او الاي بي جي اللي قلت لحضرتك عليه، لان المستشفى ما بتعملوش. ايوه تفسريه بايه وجود شهادتين وفاه في مكانين مختلفين؟ هم المستشفى مش عايزه تعد وفيات. مستشفى حكومي ومستشفى خاص. المستشفى حضرتك مش عايزه تعد وفيات. بمعنى ما حضرتك يعني مش عايز يظهر في الليسته بتاعتها طبعا ان في عندك ان الريكورد بتاعها حاله طبعا ما هو مش ادم حالات بس. وفيات كتير يعني. طبعا فتروح ترميها على مستشفى حكومي. طب هقول لحضرتك على اساس ان حاجه، المستشفى الحكومي بلا مسؤوليه يعني ولا ايه؟ مش قصه بلا مسؤوليه، خلاص جهه حكوميه ما حدش هيشكك في الجهات الحكوميه. لا في الجهات الحكوميه اكتر، ما حدش بقى بيحسبها كده. طب هقول لحضرتك على حاجه، دلوقتي انا محاميه تمام، وانا ماسكه شغل المستشفى، ليه نكتب تقرير طبي؟ الدكاتره بتعمل ايه؟ ده طبعا المفروض الدكاتره بتعمل ايه؟ المفروض ده دور الطبيب. محامي المستشفى ليه يكتب لابني تقرير طبي؟ المستشفى دي المحامي كتب المحامي كاتب تقرير، المحامي كاتب التقرير الطبي بخط ايده. محامي المستشفى محامي المستشفى ايوه الاستاذ بيقول ايه بقى في سبب الوفاه مثلا ولا بيقول؟ ما انا هقول لحضرتك، هم لما طلعوا من الوراق المركزي راحوا على المستشفى، طبعا احنا معانا الورقه ان هم مديها لنا ده من طالع متوفي عندكم. تمام. فخدوها مننا قالوا لهم ده كان هنا وتلاقوه خطا ومش خطا. طب ادونا تقرير بقى، فين التقرير اللي يقول ان هو توفى عندكم؟ مش موجود. خلاص عايزين تقرير، المستشفى خلت المحامي يكتب تقرير، كتب في التقرير ان ادم مولود ناقص نمو. ده المحامي اللي قال كده. وان مولود عنده عيوب خلقيه، وانه مولود عنده مشاكل كتير، وان جاي بايد الاهل
مش في عربيه اسعاف، مش كاتب ان زوجته وهو اللي ودى الولد اللي المستشفى. هو ده اختصاص المحامي؟ مش اختصاص، ما انا بقول لحضرتك انا محاميه شؤون قانونيه، انا ما اعرفش المستشفى دي ليها لائحه جديده بقى لوحدها، ما اعرفش. تمام، امال الدكاتره بتعمل ايه؟ مدير المستشفى ليه ما كتبوش بصفته مدير وللاسف المستشفى؟ برضه في تقارير العلاج الحر ان في اناس يمارسون اختصاصات غير مؤهلين ليها. دي حقيقه. يعني حضرتك تلاقي دكاتره بيمارسوا طب في المستشفى مش بدون استاذ ترخيص. مظهر هقطع حضرتك، انا اسف، نقطه مهمه قوي. الورق اللي راح من المستشفى للنيابه، احنا كنا بنقول في استشاري اطفال، المعلومه دي ما كانتش عندي. تمام كويس كده. الدكتور ايمن سليمان عبد العظيم استشاري الاطفال، مكتوب في الورق بتاع المستشفى استشاري، ما تاخدش الكلام مني، خلينا بالورق. لما حضرتك رحنا استعلمنا عنه ما لقيناهوش استشاري. ده ايه بقى؟ طبيب اطفال ملوش دعوه خالص بقسم المبتسرين، اتاري ده قسم مختلف، احنا ما كناش نعرف. اطفال ناقص النمو ملوش علاقه خالص بقسم المبتسرين. لقيناه ومش استشاري، يعني احنا فاهمين ان هو استشاري حضانات ومبتسرين، لا احنا لقيناه طبيب اطفال، فحتى المستشفى ما عندهاش استشاري، وده مش كلامنا برضه. فحضرتك النقطه بس اللي عايزه اوضحها ان محامي المستشفى كتب تقرير ان ابني عنده عيب خلقي، المستشفى بيدياني بخط شخص اسمه اسلام المهدي اللي هو طلع لسه في امتياز ان ادم ما عندوش عيب خلقيه. لا هو بص، النقطة المهمة اللي أنا مش عايز أعديها يا أستاذة فاطمة، إن مسألة إن طفل توفى في مكان أو شخص ما توفى في مكان في مستشفى يكتب مكان الوفاة وأسبابه. إنما النهاردة أنا مسألة إن أنا أحاول أنقل حالة الوفاة لمكان تاني، يبقى كده في مشكلة، في حاجة ما بين السطور. مسألة إن يتم مرة ورا التانية ورا التالتة مش هقول التعرض ولا التعدي على لجنة العلاج الحر، ان يتم خلق مشكلة مع موظفي العلاج الحر، تحصل مشكلة النهارده ثالث مرة. هو في ايه في المستشفى مش عايزين العلاج الحر يدخلوا يشوفوا؟ بس صح. لا سؤال لا مش لازم اطرحه. النهارده توجهت لجنة من وزارة الصحة العلاج الحر، الإدارة المركزية للتفتيش على المؤسسات الطبية الخاصة، برضه حصلت مشكلة وراحوا الاسم. دي ثالث مرة. هو في ايه في المستشفى؟ سؤال واضح. بلاغ للنائب العام، ماذا يوجد داخل هذه المستشفى حتى يمنع موظفي الحكومة من ممارسة مهام عملهم؟ في ايه في المستشفى؟ مش معقولة لجنة ورا لجنة ورا لجنة كلها متعمداكم وقصده انها تشوهكم ومش جايين من غير كرنيهات وجايين من غير جواب مهمة. دي ثالث مرة. مش معقولة حجم الأوراق الرهيب ده، قرارات غلق، أخطاء فنية، أخطاء طبية، أخطاء مهنية، أحكام نهائية. مش معقولة الدولة كلها حطاكم في دماغها وكلها بتتحداكم. سؤال لإدارة المستشفى وللرأي العام وللنائب العام، ماذا يوجد داخل مستشفى الإسراء الخاصة بالوراق حتى يتم هذا اليوم لثالث مرة منع موظفي الدولة من ممارسة مهامهم والتفتيش؟ سؤال ينتظر إجابة. اتفضلي يا فندم. اوضح برضو لحضرتك حاجه، العلاج الحر لما نزل وفتش وكده تبين ان الادوار الثامن التاسع العاشر بابواب حديد، قالوا احنا ما عرفناش نشوف فيهم ايه. تمام. لو حضرتك حطيت منطقيا النقطه دي، ده مش كلامي طبعا، ده كلام الدكاتره، مع نقطه النهارده انا بتكلم وانا قبل ما اجي لحضرتك في لجنه نازله مفتشين ايوه يا فندم، محرر الحوادث حضرتك اتصل بيا في الفاصل وقال لي في لجنه حصلت كذا، محرر الحوادث بلغني. طب تمام، زميلي يا فندم صحفي محرر الحوادث بلغني بالمعلومات. حلو قوي، بلغ حضرتك. ما عشان كده انا بسال السؤال. حلو. النهارده دي ثالث مره حضرتك يتم توجه لجنه من العلاج الحر من لا النهارده مش النهارده من الاداره المركزيه للتفتيش على المؤسسات الخاصه، برضه يتم اختلاق مشكله ومنعهم من ممارسه مهمتهم الموكل عليهم. لا، والتهديد والتعدي على بعض التهديد ده مجاله القانون. انا بتكلم انا حضرتك وضعي سليم ما عنديش مشاكل، اتفضل فتش. امنع الناس ليه؟ ده لغز النهارده ثالث مره. لغز في ايه؟ في المستشفى انتوا خايفين الناس تدخل الحكومه تفتش؟ صدر قرار غلق اداري من المحافظ، صدر مذكرات واضحه وضوح الشمس ان المستشفى فيها مشكله في الترخيص، الحمايه المدنيه، في النفايات، في العدوى، صادر تقرير معمل مستشفى امبابة العام بوجود 3 ميكروبات عدوى في المستشفى.
ايوه نقف بقى هنا كده. الجمره الخبيثه وكليبسيلا. كليبسيلا حضرتك دي مرض معدي، مرض معدي يا فندم. بص حضرتك، لو ذهبنا جدلا عدوى. معاهم ان الاطفال اللي بيدخلوا بيسببوا العدوى، انتوا كنتوا فين ما توفى ادم؟ النهارده عليها قد ايه بعد اخذ العينه بعد حاله الوفاه بقد ايه؟ ممكن اسال حضرتك ما تمش تعقيم ليه ولا تطهير؟ لا 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 تم. يوم وفاه ادم المستشفى كانت بتتعاقب بالليل يا فندم ماشي. لا بعد كده حضرتك العينات ال 33 عينه اللي تم سحبها ديت طبعا امتى؟ كان 31/3 يعني بعد ادم ما توفى بقد ايه؟ بحوالي ونص 17 يوم. يعني انت قعدت في 17 يوم شهر 15 ايا كان، ما عقمتش المستشفى اللي تبين وجود ده. انت ادعيت ان تم اصابتها بالعدوى من ادم ولا غير ادم؟ لا في علامه استفهام برضه ما حضرتك. تقفل شهرين ثلاثه وتوفق اوضاعك وتنقذ الارواح وتنقذ الناس. مش لما ما احنا قلنا لما يعترف ان عنده اخطاء. يا استاذ مظهر مع احترامي لحضرتك في نقطتين نقف كده نحط عندهم. المستشفى دي يوم 11/2 لما اختي عملت البلاغ ورحنا القسم كويس، قبل ما نروح القسم النجده جت والدته وكان الضابط واقف، اخذت التقرير اللي كان مكتوب وقطعته. اليوم ده اتعمل فيه تقريرين لادم، تقرير ان ادم ما عندوش عيوب خلقيه بالعربي وتقرير انجليزي. طبعا انا يا استاذه فاطمه اتفضل. اسمحي لي بس عشان احنا قدامنا دقيقتين ثلاثه. لا انا بس هقول لحضرتك اتفضلي. نقطه واحده بس. اتفضلي. العلاج الحر لما نزل فتش لقى حاجات شرايط منع الحمل من 2018، انت بتتكلم في 2024 في عياده النساء، يعني بتستخدم. نقطه. ايوه يا فندم. النقطه الثانيه اخته هو صادر حكم يا فندم، حكم بالاتجار في الادويه. لا انا مش بتكلم في كده، انا بتكلم من 2018 لحد 2024 ودي موجوده في عياده النساء يعني بتستخدم. تمام. حط بقى حضرتك علامات الاستفهام اللي عايزها. النقطه الثانيه اللي عايزه اقولها، اخته برضو اخذت تقرير كان نازل 5 أو 6 لجان، في دكتوره منهم اتاخد منها التقرير انا مش متذكره اسمها بالظبط، واخته اسراء قطعته. اسراء دي دكتوره. تمام. هقول لحضرتك معلش نقطه ومش انا هقفل خلاص. اتفضلي. لما احنا جينا بالوفاه بتاعت ادم وحصلت اخطاء، انا حرفيا قلت له هحبسك ان جرى لابني حاجه، هحبسك في دوله قانون. قال لي مش هتعرف تعمل لي معايا حاجه. لما تيجي حضرتك يعني معلش يا استاذ مثلا انا مش بطول والله عليك. لا مش على التطويل. لما تيجي حضرتك تلاقي المستشفى دي مفتوحه بقالها 6-7 سنين النهارده بالكلام ده، تعمل عيد ميلاد تقول لك للمستشفى اللي ما كانش بيتعمل قبل كده علشان يعني في مكان معدي وانا بعمل وبعزم وبحتفل ومش عارف ايه والعدوى تطلقت. اخته تقطع تقارير، والدته تقطع تقارير، الناس دي ايه؟ طيب انا اديت حضرتك فرصه انك تقولي اللي انت عايزاه. اتفضل. بصي حضرتك القضيه صدقيني يعني قد تبدو معلش وقد التمس لك العذر انت والباشمهندس مصطفى، قد تبدو هذه القضيه شخصيه بالنسبه لكم عشان ادم. تمام. ما بقتش شخصيه، ما بقتش شخصيه. انما النهارده انا بتكلم حضرتك اني انا بتكلم بمنتهى الحياديه والله. اكيد. مستشفى ماشي اوكي. باختصار شديد جدا، مستشفى في مشاكل تثار حولها. ليه انا ما ارجعش خطوه لخلف واوفق اوضاعي واحل مشاكلي؟ ليه اكابر وعاند لدرجه اني انا اتهم العالم كله بالتآمر ضدي ومستمر؟ تحياتي لكم اعزائي المشاهدين.